إليه بنعوت جلاله، وأنار قلوبهم بمشاهدة كماله، وتعرف إليهم بما أزداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، لا يحصي أحدا ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يجغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته في تقلب قلب عبده ومشاهدته في اختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة قامت بها الأرض والسماوات، وعليها فطر الله جميع المخلوقات، عليها أسست الملة، لها نصبت القبلة، لأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، هي مفتاح الجنة وأساس الفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أعرف الخلق به، أقومهم لخشيته، أنصحهم لأمته، أعلاهم عند الله منزلة، وأعظمهم عند الله جاه. أرسله ربه للإسلام مناديا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا، فبلغ رسالة ربه وصدع بأمره، وتحمل ما لم يتحمله بشر سواه، وقام لله بالصبر حتى بلغه رضاه. دعانا إلى الجنة، وأرشدنا إلى اتباع السنة، وأخبرنا أن أعلانا منزلة أعظمنا صبرا. من استرجع واحتسب مصيبته كانت له زخرا، ومنزلة عالية وقدرا، وكان مقتفيا هديا ومتبعا أثرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الزحام، وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، يقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن خال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: وما أدراكم من سعد؟ رمى المشركين في غزوة أحد ب1000 سهم،
دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي، أو قال النبي للصحابة: نبلوا سعدا. ما حدش يرمي، خلوا سعد بس هو اللي يرمي. نبلوا سعدا، نبلوا سعدا، فداك أبي وأمي يا سعد. وما قالها إلا لسعد هذا. فأنعم به من رجل. سيدنا سعد رضي الله عنه وارضاه يقول: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم الصالحون. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا. ربنا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عباد الله، هذه الدنيا دار ابتلاءات، دار مصائب، دار شرور. ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا فيها وابتلانا فيها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ده ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يعطي أهل الصلاة، يكافئ أهل الصلاة، يكافئ أهل الصيام، يكافئ أهل الحج، يكافئ أهل الزكاة. ماذا؟ يوفون أجورهم بالموازين. هؤلاء يوفون أجورهم بالموازين. ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينشر لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان ويصب عليهم الأجر صبا. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيا أيها المصاب، اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد. واصبر صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم وتكشف في غد. أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد. من لم يصب بمصيبة ممن ترى هذا سبيل لست عنه بأوحد. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك في النبي محمد. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم مخلوق في الأرض وأكرم مخلوق في السماء، خير من مشى على الأرض وخير من تنفس الهواء. جلس صحابة النبي أبر القلوب بعد قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي كثيرا ما تكلم على النبي. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: جلس أناس إلى حجرات النبي فتذاكروا، ففيما تذاكروا في تفاضل الأنبياء. فقال أحدهم: هل هناك بأعجب من أن يتخذ الله إبراهيم خليلا؟ فقال الآخر: وهل هناك بأعجب من أن يتخذ الله آدم على البشرية كلها؟ فقال الآخر: وهل هناك بأعجب من أن يكلم الله موسى تكليما؟ فقال الآخر: وهل هناك بأعجب من أن يتخذ الله عيسى من روحه؟ خرج عليهم النبي
صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم وحمد الله وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: يا أيها الناس لقد استمعت إلى كلامكم وعجبكم، إن آدم أبا البشرية وهو كذلك، وإبراهيم خليل الرحمن وهو كذلك، وموسى كليم الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وهو كذلك. أما أنا فأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. أما أنا فأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. أما أنا فأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر. أما أنا فأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. أما أنا فأنا أول من يدخل الجنة ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. النبي لا يفخر، وإنما هذا من جملة التبليغ التي أمر بها. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول رضي الله عنه وارضاه: والله ما خلق ربنا ولا ضرأ ولا برأ. تأمل: والله ما خلق ربنا وما ضرأ وما برأ نفس هي أطيب عليه من نفس المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما أقسم ربنا سبحانه وتعالى بحياة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقات، وليس للإنسان أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. ربنا في كتابه يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وحياة عمرك وحياة حياتك يا محمد. أشار ابن عباس إلى قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وحياة عمرك يا محمد، الناس دول في سكرة وفي بعد عن الله سبحانه وتعالى. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. المصطفى قدره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ما ناداه ربنا باسمه المجرد أبدا، ما ناداه ربنا في كتابه باسمه المجرد أبدا، ولكن نادى على سائر الأنبياء والمرسلين بأسمائهم المجردة. انظر، تأمل، تدبر، اقرأ في كتاب الله تجد ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا موسى إنني أنا الله. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وهكذا حينما يتحدث ربنا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم انظر إلى جميل الحديث من ربنا إلى النبي، وهو من خالق النبي الذي يعلم قدر المصطفى حق القدر. يقول له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ما تصلي على رسول الله. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. خلي بالك ربنا يقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ما جاء محمدا في القرآن محمدا إلا مع إلا مع مقام الرسالة. وأنعم به من مقام وأشرب به من مقام. محمد رسول الله، محمد رسول الله. وهل بعد هذا التكريم تكريم؟ ليس هناك بعد هذا التكريم تكريم. فمجمع العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي لاسمه إذ قال المؤذن في الخمس أشهد. وشق له من اسمه ليجله فذا العرش محمود وهذا محمد. صلي عليه
إن الذي يخفف عنا بلوانا موت المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أصابته مصيبة فليتعزى بمصابه فيه فإنها أم المصائب. مات صلى الله عليه وسلم ولو كان الخلد لأحد لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. عباد الله إني داع فأمنوا. اللهم تغمد فقيدنا برحمتك الواسعة، اللهم تغمد فقيدنا برحمتك الواسعة. زد في حسناته إن كان محسنا، تجاوز عن سيئاته إن كان مسيء. اجعل قبره روضة من رياض الجنة، لا تجعله يا مولانا حفرة من حفر النار. أقبل عليك وأنت الكريم فأكرم نزله يا كريم. اللهم نور قبره، اللهم نور قبره، آنس وحشته في القبور، أمنه يوم البعث والنشور. افتح له بابا من الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة، لا تجعله يا مولانا حفرة من حفر النار. اللهم لا تجعله يا مولانا حفرة من حفر النار. أقبل عليك وأنت الكريم فأكرم نزله يا كريم. اللهم أكرم نزله يا كريم، اللهم أكرم نزله يا كريم. اللهم اغفر لنا إذا ما صرنا إلى ما صار إليه، اغفر لنا إذا ما غسلنا أهلنا، واغفر لنا إذا ما كفنونا، واغفر لنا إذا ما من بيوتنا أخرجونا، واغفر لنا إذا ما على الأعناق حملونا، واغفر لنا إذا ما من بيوتنا أخرجونا، واغفر لنا إذا ما على الأعناق حملونا، واغفر لنا إذا ما تحت التراب أودعونا، واغفر لنا إذا ما رجعوا وتركونا، واغفر لنا إذا من الذكر نسونا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.